مرحبا بكم كالعادة في غالية كويزين. اليوم جيتكم بوصفة طاجين في الصلاية كيما أيامات قبل. طريقة سهلة وبنينة بنينة برشا برشا برشا. أول حاجة خديت الكسرونة متاعي، حطيت فيها زيت زيتونة، بصلة مقصوصة جويدة، والسكالوب متاعي قصيته جويد، وسنتين ثوم مقطعين، ونخليهم يتقلاو شوي. من بعد زدت مغرفة ونص صغيرة كركم ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، ونقعد نحرك. بعد ما تقليو شوية نزيد شوية ماء سخون، بعد ما نشف الماء نزيد المعدنوس مقصوص جويد، ونقعد نحرك حتى لين المعدنوس يذبل. خذيت كعبة بطاطا قصيتها مكعبات صغار وقليتها. الخليط حطيت فوقه 3 كعبات عظم مسموطين قصيتهم جويدين، وزدت عليه البطاطا المقلية، وزدت نص مغرفة صغيرة فلفل أكحل تبنن على الآخر، وأربع توابع فرماج تريانجل يبنن برشا الفرماج تريانجل. ونخلط بعد باش نزيد العظم. انا في الاول حطيت 3 كعبات عظم، ومن بعد زدت كعبة اخرى خاطر الخليط ما جانيش جاري كما حبيت. انتم عينكم ميزانكم. لهنا خديت الصلاية متاعي، حطيت فيها شوية زيت ودهنتها بالبابي باش ما يلصقليش الطاجين. صدقوني فرحانة بالصلاية، تقول تراش عندي، تفكرني بأيامات قبل هكا بصغري. من بعد ما كملت دهنتها حطيت الخليط، من بعد حطيتها على نار هادية في أصغر نار في الغاز الصغيرة بالكل، وعلى نار ضعيفة. غطيتها وخليتها تطيب سلة سلة. لهنا الطاجين طاب بالحق، جاي بنين 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 والله مش كيما الفورة يا. في الصلاية أبن برشا. هكا كانت النتيجة متاعي، إن شاء الله تكون عجبتكم. باي باي في الرسالة الجاية.